زي ما اتكلمنا عن عمر جابر وان هو ازاي خطف الدبيس او خطف احمد نبيل، غالبا لا كان الدبيس اللي نزل لما الجون دخل. يعني ازاي خطف الدبيس وازاي الكرة جت منه. عندنا عمر جابر، عندك عبد الله السعيد اتكلمت عنه كتير وانا بتكلم عن احمد رضا وبتكلم عن مروان عطية. عندك عمر جابر وعندك بنتايج اللي اتمنى ان استاذ محمد هاني يكون فايق ويضغط عليه. واتمنى بقى سواء يعني ربيعه داري العش اللي بيلعب ورا محمد هاني، ان بنتايج بيعدي وبيرمي الكره لقدام، فيبقى في حد في الظهر على طول بيخطف الكره دي، عشان يعني لو محمد هاني بيه يترقص او اتضحك عليه ما يتضحكش على الايه المدافع اللي وراه كمان، ويفضل يرجع بظهره يرجع بظهره يرجع بظهره، وهوب لقينا نفسنا لقينا باص ولا اتعمل كي اسيست مثلا راحت لاي حد من هجوم نادي الزمالك وبيدخل. وطبعا احمد السيد زيزو ابننا الاهلاوي، يعني انا شخصيا عارف ومتاكد ان احمد السيد زيزو اهلاوي بس هو يعني لاعب محترف ولاعب مخلص جدا للفرقه اللي هو بيلعب فيها، وفاهم يعني ايه احترافيه. فاحمد سيد زيزو هيبقى على الجبهه بتاعه كريم الدبيس، فاتمنى ان كريم الدبيس برضو والمدافع اللي معاه يقدروا ان هم يغطوا عليه، ومفيش مشكله ان مروان عطيه يبقى ينزل يميل معاهم لما تكون الكوره مع احمد السيد زيزو.